السلام عليكم، معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده المكرونه بالبشاميل بطريقه سهله جدا. بنعملها بالفراخ وطعمها يجنن. اول حاجه هنا معايا ميه بتغلي على النار، هحط فيها كيسين من المكرونه. بحط المكرونه طبعا القلم، وممكن تستخدمي كمان المكرونه الاقلام الكبيره، نفس الطريقه بالظبط اللي هي بيقولوا عليها النجرسكو، بنفس الطريقه بالظبط. هقلب بقى كده طبعا عشان انا بسلق المكرونه في حله ستانلس، فكل دقيقتين كده قلبي فيها عشان ما تلزقش معاكي، وتحطي كمان شويه كده من الزيت عشان المكرونه ما تلزقش معاكي في الحله. معايا بقى هنا هسيب بقى المكرونه تتسلق، وبعد كده معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من صدور الفراخ، او كيلو او نص كيلو على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. طبعا انا هعمل كيسين، يعني هعمل صينيه كبيره، فاستخدمت حوالي كيلو من صدور الفراخ. ببدا اقطعها صوابع كده طويله، شرايح طويله، وبعد كده ببدا ان انا اقطعها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده معايا. انا استخدمت صدرين من الفراخ، يعني اخدت صدرين من الفراخ. زي ما انتم شايفين، ده طبعا لو صدرها عريض شويه زي ما انتم شايفين معايا بقطعها كمان، عشان انا عايزه مكعبات صغيره، عشان لما هشوحها على النار ما تاخدش معاكي وقت وتتشوح بسرعه. تمام. دي بتبقى احلى بكتير من لما تفرميها. فهنبدأ بقى هنا معايا شوية زيت حلوين كده ومعلقة من السمنة، ومعايا بصلتين حجمهم كبار فرمتهم معايا في الكبة، وهنزل بيهم في الزيت والسمنة وهقلبهم بقى كويس. أول بس ما البصل يدبل معايا، أنا مش عايزاه ياخد معايا لون جامد، ياخد لون خفيف كده. تمام. هقلبه كده لمدة حوالي 3 4 دقايق او 5 دقايق لحد لما البصل يبدأ يدبل معايا وياخد معايا لون زي ما انتم شايفين كده، اخد لون ذهبي خفيف. هنزل بقى معايا بالمكعبات الصغيرة من الايه، من الفراخ. بس على كده. ممكن تحطي بقى حبة، تحطي فلفل بتحطيه، مش حابة خلاص انا بكتفي بالبصل بس وبالتوابل والملح، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. هقلب بقى كده وهسيب الفراخ تستوي معايا على النار لحد لما تبدأ تاخد لون معايا. انا طبعا حطيتها على النار التانية، وهبدأ بقى هعمل معاكم البشاميل، وهي احنا شغالين في الفراخ بنعمل البشاميل مع على طول. معايا 5 معالق كبار من السمنة او الزيت، وهحط عليهم 5 معالق كبار من الدقيق. 5 معالق دقيق اهو. وهبدأ بقى معايا لتر من اللبن، لتر من اللبن على ال5 معالق دقيق. هقلب بقى كده الدقيق كويس لحد لما يبدأ يستوي معايا كده، وتلاقيه بدأ يعمل معاكي فقاعات كده، يبقى خلاص الدقيق استوى معاكي زي ما انتم شايفين كده. شايفين من على الحروف بدأ يستوي ازاي؟ خلاص كده هبدأ هنزل بقى بايه، بلتر من اللبن. لبن اهو. طبعا ده اكتر من لتر، هناخد لتر بس. هقلب بقى اللبن هنا يبقى دافي او ساقع مفيش اي مشكلة، هو هيغلي معانا. هبدأ بقى احط عليه معلقة من الفلفل الابيض. انا بحب احط على البشاميل فلفل ابيض عشان مش بيبان في البشاميل، لو ما بيغمقش البشاميل. وحطيت معلقة من الملح. لو انتي مش حابة تحطي فلفل ابيض حطي فلفل اسود، مفيش اي مشكلة. هقلب بقى البشاميل كويس قوي لحد لما يبدأ يغلي معايا ويعمل فقاعات كده زي المهلبية بالظبط. تمام. اهو بدأ يغلي معايا اهو، يبدأ يعمل فقاعات معاكي من النص كده، يبقى كده خلاص البشاميل استوى معاكي وجاهز معاكي. بدأ يعمل بقى مفقعات زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص كده بقى تمام معايا. هقفل بقى عليه النار، وهنبدأ نكمل سوا الفراخ. بصوا بقى الفراخ، انا بحب التوابل اللي انا احطها على الفراخ. التوابل اللي انا هقول لكم عليها دي بتخلي طعم الفراخ في حتة تانية. طبعا انا وانا بعمل البشاميل كنت كل شويه بقلب في الفراخ لحد لما الفراخ اخدت معايا ايه، كل دقيقه كده بقلب في الفراخ لحد لما الفراخ اخدت معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا بقى كزبره وكمون وفلفل ابيض وجنزبيل ومعلقه من بهارات اللي هم ال7 بهارات. تمام. من كل حاجه حطيت معلقه صغيره. تمام. هبدا بقى هقلب بقى الفراخ، واحط معلقه كبيره، معلقه صغيره من الملح، او تحطي معلقه ونص على حسب ما انت بتحبي الحدقان بقى اللي انت عايزاه. ببدا بقى هقلب بقى الفراخ،
طيب انا بقى عايزه الفراخ تبقى طريه معايا وجوسي، هعمل ايه؟ هجيب فنجان من الميه وهحطه دلوقتي. فنجان الميه دي يا جماعه بيخلي الفراخ ما تبقاش ناشفه معاكي وتبقى طريه وطعمها حلو كده، وانت بتاكليها مع البشاميل تبقى طريه كده كانك سلقاها مش كانك محمراها. تمام. فبتخلي الفراخ معاكي جوسي وطريه. حطيت فنجان صغير بس، وهبدا ان انا اهدي النار عليها خالص، هوطي النار وهغطيها لمده دقيقتين 3. هتتشرب بس فنجان الميه وهطفي عليها النار. ليه؟ بعد ما عدى كده حوالي دقيقتين 3، زي ما انتم شايفين قلبتها لقيت خلاص شربت معايا فنجان الميه. خلاص كده الميه ما بقتش موجوده. تلاقي بقى طعمها طري وحلو قوي كده. خلاص يبقى الفراخ مستويه معايا وطريه معايا، وهطفي بقى عليها النار. نجيب بقى الصينيه اللي احنا هنعمل فيها البشاميل. انا عامله صينيه كبيره معايا عشان عامله كيسين من المكرونه. هاخد بقى نص كمية المكرونة واحط عليها 3 معالق من البشاميل. بصوا بقى عشان المكرونة تبقى مفلفلة معاكي زي ما انا بحطها كده، ما تعجنش معاكي. بعد ما المكرونة تستوي هبدأ ان انا احطها في مصفى زي ما انتوا كنتوا شايفين معايا المصفى، وبعد كده ببدأ اغسلها تحت الحنفية تحت مية فترة. دي حاجة مهمة جدا جدا عشان المكرونة ما تبقاش معجنة معاكي وتعجن معاكي. لازم بعد ما تستوي من النار وتنزليها تبدأي تغسليها تحت مية فترة لحد لما البخار اللي فيها ايه يتشال خالص، يبقى ما فيهاش بخار. تمام. تبقى مفلفله معاكي وما تعجنش معاكي. بعد ما حطيت كده المكرونه مع معلقتين 3 من البشاميل، هحطها طبعا الصينيه انا دهناها بالزيت وعشان البشاميل ما يلزقش معايا من تحت. وهبدا بقى احط الفراخ زي ما انتم شايفين كده معايا. هوزع الفراخ على الصينيه. بعد بقى ما هوزع الفراخ كويس قوي في الصينيه، هبدا ان انا هجيب بقيه نص المكرونه الكميه التانية. شايفين بقى المكرونه بتنزل معاكي مش معجنه ازاي؟ عشان طبعا انا غسلتها كويس بعد ما سلقتها. هبدا بقى هجيب البشاميل الباقي برضو هحطه بقى من على الوش. اهم حاجه في المرحله دي ان احنا نغطي المكرونه بالبشاميل عشان خاطر لو المكرونه مش متغطيه كويس بالبشاميل تنشف معاكي من الوش كده وتبقى المكرونه ناشفه ومش حلوه ومتبقاش لطيفه خالص. هبدا بقى ان انا هوزع البشاميل كويس قوي على المكرونه وهغطي كل المكرونه بالبشاميل. هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180. بحطها على السلك وبولع الشواية من فوق وبولع الفرن من تحت. انا بسويها كده، بولع الفرن من تحت وبولع الشواية من فوق. قبل بقى ما ادخلها الفرن معايا بيضة ومعايا معلقتين من اللبن، ده اختياري بس بتدي لون حلو قوي للبشاميل. وهحط عليها رشة صغيرة من الفلفل الابيض او الفلفل الاسود ورشة صغيرة من الملح. وهقلب بقى بشوكة كده البيضة كويس قوي مع اللبن، وابدا ان انا هوزعها على الوش بتاع المكرونه بفرشه كده. تمام. دي حلوه قوي بتخلي معاكي المكرونه تاخد لون حلو، وفي نفس الوقت تبقى طريه برضو معاكي ما تنشفش معاكي المكرونه من على الوش. هوزعها كده بالفرشه زي ما انتم شايفين، وادخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180. انا بمسح الحروف كده عشان ما تتحرقش معايا. وبنولع الشوايه من فوق وبولع برضو الفرن من تحت. بعدين بقى بتاخد بتاع حوالي كده تلت ساعة على حسب ما بتاخد معاكي بقى في الفرن او اكتر. بعد ما اطلعها بقطعها وبسيبها بقى تبرد كده لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. كل ما تقعد تبرد معاكي كل ما تبقى القطعة متماسكة معاكي. تمام. بس يا رب بقى تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه اول مرة تشوفي قناتي، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.